هو ايه اللي ممكن يخلي اي علاقة تنهار؟ سؤال بنتسأله كتير جدا، اذا كان في ايفنتس او في جلسات او اذا كان حتى في دورات او كورسات او ورش عمل. ايه اللي بيخلي العلاقة تنهار؟ ايه اللي احنا بنعمله بعد ما كنا بنحب بعض ومش قادرين نعيش من غير بعض، بقينا مش طايقين بعض وعايزين نسيب بعض؟ 4 اسباب بيخلوا اي علاقة مهما كانت جميلة في الاول تنهار بعد كده. ال4 اسباب دول او ال4 سلوكيات دول مهمين جدا انك تكون عارفهم ومدركهم، علشان تبقى فاهم لو في واحدة او في 4، يعني او لو واحدة او 2 او 3 او 4 موجودين في العلاقة، اعرف ان مع الوقت العلاقة دي هتنهار ومش هتعرف ترجعها تاني. اول سبب وواحد من اهم الاسباب اللي بشوفه بيخلي اي علاقة تفشل هو الانتقاد، النقد الدائم. ومش النقد الدائم هنا مش معناه ان انت تنتقد الفعل، لا، انت بتنتقد الشخص ذات نفسه. فرق كبير جدا بين اقول لك والله انت ما اهتمتش بيا في الحاجة الفلانية، وفي فرق كبير جدا لما اقول لك انت شخص مش مهتم. في فرق كبير جدا لما الاقيها لابسه كده طقم شكله حلو بس لابسه طرحه لونها مش احسن حاجه. فرق لما اقول لها الطقم شكله حلو جدا بس الطرحه لو هتتغير للون الفلاني هتبقى احسن. وفرق شاسع لما اقول لها شكلك وحش قوي، ايه القرف اللي انتي لابساه ده. ده بتحصل كتير جدا على فكره. فرق كبير لما تغلط غلطه او اطلب منك حاجه فما تعملهاش فاقول لك انت ما عملتش الغلطه دي فمش مشكله بس تعالى نحاول تاني. في فرق لما اقول لك انت شخص فاشل، انت شخص عمرك ما نجحت في حاجة، عمري ما طلبت منك حاجة وعملتها. التعميم وانتقاد الشخصية ذات نفسها دي وحش جدا. فده اول سبب من اسباب فشل اي علاقة. تاني سبب هو التحقير او الاحتقار او التقليل من الشخص اللي معاك. فكرة ان انا اقلل من الشخص، فكرة ان مثلا احنا قاعدين في تجمع فالناس بتشكر فيه انتوا ما تعرفوش اصل انتوا ده لو عرفتوه على حقيقته مش هتقولوا كده. اننا نكون بنتكلم وشريكك بيقول لك وجهة نظره فتقوم جاي تقوم قايل لها انتي اصلا ما ينفعش تتكلمي، البق ده ما ينفعش يتفتح، انتي كل ما تكلمي بتخربي الدنيا فما ينفعش تتكلمي. واحدة من أسوأ الحاجات اللي بتحصل للإنسان هو فكرة إن يلاقي حد بيقلل منه، خصوصا الشخص اللي المفروض يشوفه كويس، خصوصا الشخص اللي هو بيستمد قيمته وشكله منه. فدي واحدة برضو من الحاجات المهمة جدا، فكرة الانتقاد سوري فكرة الاحتقار للشخص اللي معايا والتقليل منه إذا كان قدام الناس أو إذا كان بيننا وبين بعض. تالت حاجة وبرضو واحدة من الحاجات الصعبة جدا وناس كتير جدا بتعملها للأسف بشكل لا واعي هي الدفاعية. ان انا طول الوقت بدافع عن نفسي. انا بقول لك والله انت زعلتني في 1 2 3، ما انت ما تعرفش، انت اصلا ما تعرفش انت عملت فيا ايه، ما انت ناسي اللي انت عملته زمان، ما هو انت لو مش انت السبب انا ما كنتش عملت كده، انت لو ما كنتش عملت كذا انا ما كنتش عملت كذا. الدفاع طول الوقت بيخلي الشخص اللي قدامك مش عارف يعاتبك. والعتاب لما ما بيبقاش موجود في العلاقة ما بيبقاش فيه تواصل، والتواصل لما بيبقاش موجود في العلاقة بتنهار. فواحدة من الحاجات المهمة هي انك لما الشخص اللي قدامك يجي يقولك انك عملت حاجة زعلته، هو مش بيهاجمك، هو بيقولك ان في حاجة انت عملتها زعلته مش عايزك تعملها تاني عشان تقربوا من بعض اكتر، مش عشان تبعدوا عن بعض. فالدفاع طول الوقت وفكرة قلب الترابيزة وفكرة انك مش عايز تطلع نفسك غلطان وعندك مشكلة او نقص معين بيخليك طول الوقت شايف ان الشخص اللي بيقولك انت غلطان ده شخص بيهاجمك، ده شخص مش عايزك كويس، ده شخص عايز يطلعك غلطان. فاللعبة بتقلب من عتاب لكسبان وخسران. اللعبة دي اي حد كسبان فالعلاقة كده كده خسرانة فيها. فواحدة من الحاجات المهمة جدا برضو هي انك تتحمل مسؤولية خطأك وتقول انا فعلا غلطت وتعتذر عنه. رابع حاجة او رابع سبب وبشوفه ده من اهم الاسباب ويمكن متكرر في بيوت كتير جدا، هي حاجة اسمها الستون وولينج او الحائط الصامت. ان انا ببني جدار عازل بيني وبينك. اكتر سؤال بيجيلي في السيشنز وفي في الايفنتس بتاع انا لما بكلمه بيسيبني ويمشي، انا بكلمه في مشكلة ويفضل باصص في التليفون، بيسيبني ويمشي في نص المشكلة وبيرجع كأن شيئا لم يكن. الصمت طول الوقت
وانك ما تخليش او ما تديش الفرصة للشخص اللي قدامك انه يطلع مشاعره ويطلع الزعل بتاعه ويطلع المضايقة بتاعته معاك، بتعمل حاجز نفسي وحش جدا، وفي الاخر العلاقة بتقلب بصمت، ولما العلاقة بتقلب بصمت فكده اصلا مفيش علاقة. فواحدة من الاسباب الرئيسيه لفشل اي علاقه هي السكات، اني ما اديش فرصه للشخص اللي قدامي يعاتبني، وما ريحش الشخص اللي قدامي، وما ردش عليه وهو بيتكلم، ولو كلمني ممكن اسيبه وامشي، انزل العب في التليفون، ما حسسوش ان انا معاه وما حسسوش ان انا محترم مشاعره. دول 4 اسباب مهمين جدا لو موجودين في اي علاقه، فلازم تكون فاهم ومدرك ان العلاقه دي فيها مشكله كبيره جدا. فعايزكم كده تقولوا لي، هل في سبب من الاسباب دي موجود فعلا في العلاقه بتاعتكم ولا لا؟ لو قلتوا لي على اسباب وعايزين تعرفوا طريقه التعامل معاها، فممكن نعمل فيديو تاني عن طريقه التعامل مع كل سبب من دول وازاي نتعامل معاه عشان علاقاتنا ان شاء الله تكون افضل. سلام.